أكلة جميلة جدا وحرشة وكل المصريين متفقين عليها. هنعمل الفسيخ في البيت بطريقة جميلة. هنجيب سمك بوري نوع يكون كويس من عند فسخاني او بتاع سمك يكون نظيف. هنغسل السمك وهو مقلوب زي ما انا بعمله كده علشان ما يدخلش اي نسبة مية في البطن بتاعته. بعد كده بنحطه زرع بصل كده في اي حاجة لمدة مش اقل من 4 5 ساعات، وياريت نحطه في التلاجة علشان مريحش. بعد كده ببدأ ان انا اجيب مناديل وانشف انضف الخياشيم بتاعتي من اي نسبة مية. وزي ما قلت لكم احنا غسلناه وهو مقلوب عشان ما فيش ميه تدخل في البطن. هنبدأ بقى نعمل مساج للسمكة بتاعتنا من الظهر والجناب، ما بنروحش يمة البطن خالص يا جماعة، علشان ما نضغطش على الامعاء بتاعتها وتعمل مرارة في السمكة بتاعتنا. فاحنا بنعمل مساج دوت، بنضغط عليها بالراحة كده علشان اللحمة تبقى طرية والسمكة تبقى انسيابية معايا، ولما تتخلل وتستوي بعد كده ما تبقاش ناشفة معايا. هنجيب بقى الملح الخشن اللي احنا شايفينه دوت مخرز كده، مش الملح الناعم بتاع الاكل. بتجيبيه من عند سوبر ماركت او العطار، تقوله عايزه ملح خشن لتخليل السردين. هنبدأ نحشي الخياشيم بتاعتنا كويس جدا. انا ما فيش مقدار معين للملح، انا بتني احشي الخياشيم لحد ما تبقى بالمنظر اللي احنا شايفينه، تبقى مفتوحه كده. وكمان بحشي البق بتاع السمكه وبضغط لجوه بحيث ان الملح يدخل كمان في بطن السمكه. اهم حاجة السمك بتاعنا السمكتين دول كيلو، يكون السمك يكون حجمه كبير علشان يديني نتيجة كويسة، لكن الصغير بينشف مني. بجيب بقى كيس وبغطي الأرضية بتاعة الكيس بتاعتي بالملح، واحط السمك خلف خلاف وارش عليه شوية ملح من فوق نفس نوع الملح. لو حابين تحطوا شطة كمان وكركم دي حاجة اختيارية، انا فضلت الملح بس. هبدأ بقى اغلف السمك بتاعي كويس جدا، مبقاش فيه اي نسبة هوا في الكيس بتاعي، وبغلفه في كيس و2 و10 علشان اتاكد ان مفيش هوا وصله نهائي. طول ما انتي مغلفاه ومفيهوش ما يدخلوش هوا ان شاء الله هيبقى كويس معاكي ونتيجته هتبقى كويسه. بنغلفه باكياس كتير، لو عندك كمان اللي هو الاكياس الاستريتش بيبقى افضل، بس انا مكانش عندي فاستخدمت اكياس عاديه وغلفته زي ما انتوا شايفين كده، زي ما يكون حد ايه معاه مخدرات. ببدا بقى اجيب علبه محكمه بالغطا بتاعها وبقفل عليه كويس جدا. انا قعد معايا 12 يوم، بالنسبة الجو حلو. لو في الشتاء ممكن بيقعد معاكي 20 يوم علشان الجو بيبقى برد. بنحطه في العلبة بتاعتنا ونقفل عليه في مكان محكم، يكون ضلمة، ما يكونش حر، ما يكونش على الأرضية، ما يكونش رطب. يعني انا حطيته في التقفيلة بتاعة المطبخ بتاعتي. وبدأت بعد تالت يوم بدأت اقلبه اللي فوق تحت واللي تحت فوق، طالع بقى بالمنظر دوت. قدام منكم السمكة انسيابية علشان احنا عملنا لها مساج واحنا بنخللها. بنبدأ بقى نفتح السمكة بتاعتنا، بنشيل الراس والديل ونبدأ ان احنا نخليها علشان نستخدمها في الاكل. طالعة السمكة زي ما انتوا شايفين صراحة اللون جميل جدا والملح بتاعه حلو، لا هو عادب ولا هو مالح ان هو يعني يخلي الواحد يرد كده. فبنبدأ بقى نفتح السمكة بتاعتنا وننضف البطن كويس قوي، وبعد كده بنبدأ نخليها ونحطه بقى في الاطباق بتاعتنا، ونحط عليه شوية زيت ليمون بقى، هو الاكل اللي انتوا حابينه، والبصل الاخضر والخضار والفجل والجرجير وكده. كمان لو انتوا هتعملوا كمية كتير بنخليه بنحطه في برطمان وعليه شوية زيت، بنغطيه بالزيت ونحط قرون فلفل حامي ونحفظه في التلاجة. بيقعد مدة طويلة وبيبقى طعمه جميل جدا ملوش مثيل. اتمنى الفكرة تعجبكم، اتمنى ان انا اكون افدتكم. باذن الله مكملين مع بعض في وصفات بسيطة وسهلة، والسلام عليكم.